لو انتوا طول الوقت حاسين ان انتوا تعبانين فاقدين الشغف وكل مره بتحاولوا تعملوا فيها جلو اب بترجعوا لنفس النقطه اللي انتوا بداتوا منها تاني، انتوا كده محتاجين تعملوا ريبراند. بعد ما تحددوا الصفات والعادات اللي انتوا مش عايزين تكرروها تاني، محتاجين تعرفوا ايه السبب ورا اللي انتوا كتبتوه ورميتوه ده. جنب كل حاجه اخترتوا ان انتوا تبطلوها اسالوا نفسكم ليه. يعني لو انتي مش عارفه تصحي بدري هتسالي ليه؟ عشان ما عندكيش شغف. ليه؟ عشان مش لاقيه حاجه تعمليها او تصحي عشانها اصلا. ليه؟ وهكذا لحد ما تلاقي السبب الرئيسي وبعدها هتلاقي الحل. اعملوا سيرش واكتبوا فيه الجمله دي. هيظهر لكم اسئله كتير قوي. الاسئله دي هتساعدكم تعرفوا انتوا مين، هتساعدكم تعرفوا تحلوا المشاكل اللي انتوا مش عارفين تحلوها لوحدكم، وتحددوا المشكله جت من فين اصلا من الاول. من الاخر هتساعدكم تذاكروا نفسكم. حددنا كل المشاكل وكمان ابتدينا نحلها. دلوقتي هتجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا ايه اليوم المثالي بالنسبه لكم. يعني لو نمتوا النهارده وصحيتوا لقيتوا ان كل حاجه تمنيتوها اتحققت، فجاه بقيتوا النسخه الاحسن منكم، النسخه دي هتبقى عايشه ازاي في اليوم ده؟ عايزاكم تكتبوا كل تفصيله في اليوم، عشان من تفاصيل اليوم ده هتعرفوا ايه الاهداف بتاعتكم. ومن الاهداف دي هنكتب تو ليست عشان نوصل للشخصيه الجديده دي. يعني لو الشخصيه دي بتصحى بدري هنعمل بلان عشان نصحى بدري. لو الشخصيه دي صحتها كويسه وبتروح الجيم هنشتغل على ده. لو الشخصيه دي عندها بيزنس او بتدرس في كليه معينه او عندها اي نوع من انواع الهوايات هنعمل لهم بلان. اخر حاجه هتعملوا سيف للفيديو ده عشان ما تنسوش اي نقطه من اللي قلت لكم عليها، واعملوا فولو عشان لو عايزين نكمل ريبراند مع بعض.